السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ومن قناتي بحييكم ولكم مني مليون تحية. يلا نصلي على النبي، كل من له نبي صلى عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة ايه؟ الفولية والسمسمية والحمصية مع بعض. اول حاجة الفولية اللي انتم شايفينه ده سوداني. طبعا السوداني ده بقشره، المفروض تجيب السوداني بتاع الحلويات اللي هو من غير قشر. بس انا جبت اللي بقشره ده من المقلة، وبيبقى متحمص بصراحه، وطلعت قشره. يعني في اي طريقه هتعملي كده. كنت بقى نضفته وشلت منه القشر وهو متحمص. كوبايه هنحط على نص كيلو سوداني كوبايه سكر وربع كوبايه ميه، ربع كوبايه الميه او تلتها كمان. تمام، بحيث ان هو ايه، يتقل بسرعه ويعمل معانا ايه، الحلاوه بسرعه. برضو باكد انا يعني جايبه طريقه التحميص. يعني بحطها في طاسه كده واحطه على النار واحمصه، لكن هو كان متحمص لانه كان جاي من المقل. هحط بقى ستريتش رول كده على على الرخامه، او تحطي على صينيه او في صينيه، وبتدهنيها زيت عشان الحلاوه ايه تفك بسرعه. تمام، قولوا تمام. برضو في ايدك تبقي لابسه حاجه عشان العسل ده برضو ما يلسعكيش. العسل بيوصل لحد ما يتقل القوام خالص. انا بعرف من على المعلقه بصراحه، هو لحد ما لونه كده بيتغير معايا ويبقى لونه ذهبي. ما تسيبوش اما يحمر، يبقى لونه ذهبي كده. بصي، بحط نقطه كده على الرخامه اهي، بتلم نفسها. هي مش ما بتفرش، بتلاقيها زي ما هي، وبتنشف تلاقيها ايه، ناشفه كده اول ما بتاخد الهواء. ممكن من على المعلقه بعرف، او ممكن في طبق فيه ميه. يعني طريقه الميه برضه هوريها لكم. كده كان السوداني بقى زي ما قلت لكم هو متحمص، بس انا وريتكم الطريقه على العين انه بيتحمص في الطاسه كده. والحلاوه او العسل هي كوبايه ميه عليها تلت كوبايه، كوبايه سكر عليها تلت كوبايه ميه، وعصره الليمون. ولحد ما وصل للقوام اللي انتوا شفتوه ده، وحطيته على السوداني ده، نص كيلو سوداني. برضو هقول لكم حاجه في وسط الفيديو، ان السوداني بيختلف عن الحمص عن السمسم في السكر. دي كوبايه سكر، لكن ايه الحمص هقول لكم. وبعد كده بتفردي زي ما انت شايفه كده، سواء بقى على الرول البلاستيك ده او في الصينيه، او بس تبقى فيها برضه فيها الرول البلاستيك ده. وبعد ما تلمها بالشكل دوت، بتقطعيها وهي طريه لسه سخنه، يا دوبك لمت نفسها كده، بتقومي مقطعاها. ده اسهل لك، ما تسيبهاش اما تنشف. فما تنشف هتغلبك في التقطيع، وهتهدر معاكي، وهتبقى ناشفه حجر، مش هتعرفي تقطعيها، هتغلبك. فقطعيها وهي سخنه دلوقتي كده، اول ما تمسك نفسها كده او تهدى، وتقومي مقطعاها بالسكينه، او سكينه الحلويات، او بالسكينه العاديه بتاعه المطبخ. وبتحاولي تلميها برضو كده زي ما انت شايفه كده، وتقطعها التقطيع اللي انت عايزاه، سواء بقى عريضه او رفيعه. ولميت عليها البلاستيك برضو، سبتها تبرد. تاني حاجه عملتها ده السودان. يبقى كوبايه السكر اللي عملت عليها نص كيلو سودان. طب الحمص دول 400 جرام، عليهم كوبايه سكر. برضو انا ما كترتش في السكر، هي كوبايه سكر واحده، فعملت عليها ديت العسل كنت حطاه. وحطيت برضو عصره الليمون، السكر وتلت كوبايه ميه، وبرضو ايه، عصره الليمون. حطيت الكرة اللي انت شفتها العسل دي في الكوبايه، لحد ايه ما برضو بقت ايه، كرة بلورية كده، او مسكت نفسها زي ما وريتها لكم. يبقى انت على الرخامة او بايدك او في مية بتعرفي تعمليها. الحمص زي ما قلت لكم دول 400 جرام على كوباية السكر. لو هتعملي نص كيلو حمص، يبقى هتزودي في السكر، يبقى كوباية وربع حتى سكر. وبرده مقدار المية وعصرة الليمونة، وخلاص على كده لحد ما يوصل للقوام اللي انت شفتي ده. وبرده بتعملي كده، وبرده بتحطي الاسترتش زي ما انت شايفه كده، بقولك على صينيه او على رخامه. انا عملته المره دي على صينيه اهو. وبرده تبقي عايزه ايه الزيت، وتعصي ايدك زيت برده وتلميه، وترفعيه على قد ما تقدري. وزي ما بقولك برده هي طريه، هتقطعيها. انا زي ما انتم شايفين كده، بصوا الحمص بدأ يبرد، فده اللي اتبقى في البوله. فعملته ايه، دوريات كده زي الاقراص، بس هي اقراص صغيره قوي يعني، مش اقراص كبيره. يعني عملتها صغيره كده، عامله زي قرص الطعميه، بس شكلها حلو قوي. وبرده اللي انا حاطاه في الصينيه ده هقطعه، بس انا مستنيه عبال ما تهدى او تمسك في نفسها شويه ايه، بس مش هسيبها من لحد ما تجمد، لا. عبال ما الم اللي في البوله برضو، او في الطبق اللي انت بتقلبي فيه، بحيث ان احنا مش هنسيب اي حاجه او نرمي اي حاجه، مش هنهدر. حتى اللي متبقي بلمه واعمله ايه اي شكل، او تزودي على اللي انت عاملاه براحتك. ممكن تعملي صوابع طول برضو، يعني بدل ما هي مدوره تعمليها بالطول كده. بقى اللي في الصينيه كانت بردت، هقطعها بقى ايه بالسكينه بتاعه الحلويات اهو. بلم الاحراف، عشان الاحراف طبعا تبقى مش رفيعه، تبقى كله بسوا واحد اهوت.
طبعا هي كانت بدأت تجمد اهيت، وهقوم ايه مقطعه اهو. قطعي بقى رفيع، قطعي عريض، عايزاها بقى حتت عريضه، عايزه صوابع بالطول رفنعه براحتك اهو. انا برجع اعيد تاني على اللي انا ايه قطعته، ان انا بحيث ان انا اعمل صوابع بالطول رفنعه يعني. وزي ما قلت لك ممكن تعملي دوريات صغيره كده، يعني بنسميها كف، او بس هي ايه مش كف حلاوه، كف بالحمص او بالسمسم او بالسوداني. ممكن تعمليها برضو في غطيان، يعني في الغطا كده، تحطي فيه برضو بلاستيك كده وتعصيه زيت، وتقومي عاملاها مدوره كده. كانت اتقطعت بقى هسيبها تبرد، وهنشوف ايه اللي فاضل. السمسم بقى عملنا السوداني وعملنا السمسم. طبعا السكر بيختلف من السوداني للحمص للسمسم. طبعا السوداني عشان حبته كبيرة ما بياخدش سكر كتير، لكن الحمص والسمسم حباته صغيرة. المرة دي بقى كوباية سكر عليها تلت هي كوباية مية على عصرة الليمونة على ربع كيلو سمسم. ربع كيلو سمسم ليه بقى؟ عشان حبات السمسم صغيرة او صغيرة، فبتاخد ايه عسل اكتر. لكن والسوداني زي ما قلت لكم، السوداني حباته كبيرة، خد كوباية سكر واحدة على نص كيلو. لكن الحمص 400 جرام، السمسم دوت ربع كيلو. ربع كيلو سمسم عليهم كوباية سكر وعصرة ليمون. كده حمصت السمسم كده، اديته تشويحة في الطاسة، وعملت بقى العسل اهوت. كوباية السكر زي ما قلت لكم على تلت مية، وعصرة الليمونة فيش غير كده، لحد ما لونه بيتغير كده ويتقل قوامه ويبقى ايه تقيل كده، بيبقى واخد اللون يعني مش الدهب. متسيبوش المية احمر. انا هوريكم في المية وبرده ان هي تعمل ايه كرة بلورية كده، او تجمد تبقى معانا كرة، او على الرخامة زي ما وريتكم. يعني معاكم كذا طريقة. بصي لونه اصفر اهو. طبعا انت لو سبتيه احمر هو مش هيبوظ الموضوع معاكي، لكن هيبان لونه محمر مع السوداني او مع الحمص، هيبقى لونه مش حلو وهيمرر. فده عشان كده بقولك خدي بالك اوعي يحمر معاكي كده اهوت. وعلى ربع كيلو سمسم كوباية السكر دي، لو عاملة نص كيلو اعملي كوبايتين كده. بقى هلم السمسم بتاعي بعد ما حمصته. بصي هي كوبايه حلوه على الربع كيلو، اتلمت معايا. وهحطها برضو على الاسترتش رول كده بعد ما دهنته زيت، وبرضو ايدي تبقى فيها زيت، والم الدنيا بتاعتي. وبعد ما افرده على الاسترتش رول، بعد ما اقلبه كويس، لازم المكسرات بتاعتك تتغلف بالعسل كويس تغلفيها كويس. لو سايبه حاجه مش متغلفه او عليها عسل، مش هتبقى متماسكه وهتفرفط منك، مش هتبقى حلوه. شوفي حتى اللي ماسك في الطاسه عليه عسل كده. هبدا المه بقى اهوت وافرده بالطول كده، وكل ما كان رفيع كل ما كان احسن، عشان يديكي صوابع رفيعه وحلوه كده وتبقى متماسكه. وبعد ما بنلمها زي ما انتم شايفين كده، بنقطعها بره. لو وصلت بقى كده الفيديو، ما تبخليش عليا بقى كده باللايك، ولو بتشوفي لي لاول مره تخشي وتشتركي في القناه وتشجعنا، عشان يوصل لكم كل اشعاراتنا ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وكل مولد نبوي وانتم بخير ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده بقى، كنت خلصت السمسم وقطعتها وسبتها تبرد. بصوا الحمص بقى شكله جميل ازاي. بوريكم الدواوير دي تحفه. بص الدواوير دي ونشفت في ثانيه، يعني نشفت وانا بعملها كمان. ده الحمص بقى. وطبعا كنت مقطعه السوداني بنفس الطريقه، وقطعت السمسم وهنرصه في الصينيه وهوريها لكم دلوقتي. شايفين المدوره دي جميله قوي، عجباني يعني، يمكن احلى من الحلاوه اللي هي بتبقى الحلاوه دي كده. بقى هبدا ارصها واوريكم حاجتنا دلوقتي. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده تعملوها بكوبايه سكر واحده، مش هتكلفكم كتير. ده السوداني والسمسم هو الحمص، بس جميله وتحفه، وسكرها معقول يعني مش كتير. وزي ما انتم شايفين باين فيها برضو وشكله حلو. وبصوا المدوره دي برضو فكره كده، ولو تعملوها تبقى حلوه. لو عملتوها بالسمسم تتعمل بالسوداني تتعمل. وكل سنه وانتم طيبين، وكل لحظه وانتم بخير، ويا رب كده تعيشوا وتعملوا. واستنوا بقى الفيديوهات اللي جايه، هنكمل حلاوه المولد، وكل مولد نبوي وانتم بخير، ومولد سعيد كده على الامه الاسلاميه يا رب. وانتم في خير وسعاده وصحه وهنا، وتعيشوا وتعملوا زي ما قلت لكم بكوبايه سكر واحده، مش ولا هتحطي عسل كلوكوز ولا هتحطي اي حاجه. هي كوبايه سكر وعلى تلتها ميه وكده. اقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم.